السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معايا مراجعه لسماعتين ايربودز برو 2 سيمي اوريجينال. اتسالت على السماعات دي كتير ورأيي فيها، فقررت ان انا اجيب سماعتين من نوعين مختلفين واقارنهم مع بعض ان شاء الله واقول لكم رأيي بكل وضوح. ولو حابب تكمل معايا في سلسلة الفيديوهات دي تقدر تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل الفيديوهات الجديدة اول باول. يلا بينا ندخل في فيديو النهاردة على طول. ودلوقتي هنستعرض محتويات العلبتين. اول سماعة معانا اللي هي دي اللي مكتوب عليها اوريجينال وضمان 12 شهر. تيجي مش عارف ليه كل السماعات بيبقى عليها علم امريكا، بس ماشي مش مشكلة. طبعا انا فاتح السماعة قبل كده. كتاب تعليمات. ودي السماعة هنا طبعا بتيجي بمنفذ تايب سي ومخرج السماعات ظاهر قدامنا، وده زرار الاقتران، وده الكلام اللي مكتوب عليها من ورا. نفتح السماعات. ده شكل السماعة شبيهة للأصلية بالظبط. طبعا ده الجزء بتاع التاتش، وهنا تحت فيه المايك، وهنا موجود مخرج الصوت. وطبعا الجلدة دي بتقدر تغيرها مع أي جلدة من اللي موجودة في العلبة. بيجي معانا تاني وصلة تايب سي في تايب سي عشان تقدر تشحن بيها السماعة. وكمان بيكون موجود معانا الاير تيبس اللي بتقدر تركبهم على حسب مقاس ودنك. وفي الناحية التانية معانا سماعة من شركة ايرلدم، سماعة ايربودز برو 2 سيمي اوريجينال برضو. خلينا نستعرض محتوياتها زي ما عملنا في السماعة اللي فاتت. أول حاجة كتيب التعليمات. طبعا السماعة هنا بتيجي بمنفذ لايتنينج، وده الجزء اللي بيخرج الصوت من السماعة، وهنا ده زرار الاقتران. طبعا نفس شكل السماعة التانية بالظبط، يعتبر مفيش اختلاف، والاتنين بيشبهوا الأصلية بالظبط. ده الجزء بتاع التاتش، وهنا تحت الجزء بتاع المايك، وده جزء الاستماع، والجلد دي طبعا بتقدر تغيرها على حسب مقاس ودنك. السماعة هنا بتيجي معاها وصلة شحن لايتنينج ليو اس بي اي، وبيجي معاها الجزء ده أو العليقة دي بتقدر إن أنت تحطها هنا كده عشان تقدر تعلق منها السماعة. ولو هنتكلم دلوقتي عن اللي موجود هنا ومش موجود هنا، فهو الاير تيبس دي مش موجودة في العلبة الاير الضم، وهنا العليقة دي اللي مش موجودة في السماعة اللي هي مكتوب عليها اوريجينال دي. مبدئيا ده شكل السماعة في الودن. السماعة بالظبط نفس شكل الابل ايربودز برو الاوريجينال بالظبط، مفيش اي اختلاف. مفيش حد هيقدر يفرق انت لابس سماعة اصلية او مش اصلية. وبالنسبة لتجربة الاقتران، فلو موبايلك ايفون بمجرد ما تخرج السماعة من العلبة هيظهر لك على طول نافذة البوب اب على الايفون بتاعك، تقدر تعمل اقتران. هيقولك تفضل ضاغط على الزرار اللي في الظهر ده شوية لحد ما تقترن بالتليفون. بعد كده اول ما بتخرج السماعة من العلبة بتقترن على طول الموبايل. وطبعا السماعة بيظهر في الاختيارات بتاعتها على الموبايل، او بيظهر في الاشعارات او في الايقونات بتاعتها على الموبايل. لو انت طبعا معاك ايفون بيظهر ان فيها نويز كانسلنج او نويز كانسليشن والصوت المحيطي والكلام ده. وطبعا الكلام ده مش موجود، مفيش نويز كانسليشن في السماعات دي، ومفيش صوت محيطي في السماعات دي، او اللي هو الصوت المحيطي بتاع ابل اللي هي بتسوق له في الاعلانات بتاعتها. واما بالنسبه لتجربه الاستماع، فبصراحه السماعتين صوتهم كويس جدا بالنسبه للفئه السعريه اللي السماعتين بيجوا فيهم، اللي هي طبعا 450 جنيه 500 جنيه، وفي ناس بتبيع كمان ب 400 جنيه. يعني بالنسبه للسماعات هتاخد صوت كويس، بتتفرج بقى على محاضره، بتذاكر، بتتفرج على فيديوهات، بتسمع اي صوتيات. بصراحة الصوت كويس جدا، البيس قوي، والتريبل هي كويسة، ولكن طبعا مش احسن حاجة. بالنسبة للفئة السعرية زي ما قلت السماعتين ممتازين جدا في تجربة الصوت. وطبعا السماعة ملهاش ابليكيشن تقدر تتحكم فيها منه. وكمان في حاجة مش موجودة في السماعات دي، وهي انك لما تكون بتسمع حاجة او مشغل حاجة وتشيل السماعة من ودنك الصوت مش بيقف، الصوت بيفضل شغال. وساعات كمان لما بترجع السماعة للعلبة ساعات الصوت بيفضل شغال. ساعات بيكون في تعليق، ولكن هي مش كل الاوقات طبعا، بس في تعليق. واما بالنسبه لتجربه المكالمات، فهنا السماعتين هيدولك تجربه مكالمات على قدها خالص. بصراحه انا حاسس ان السماعتين نسخه من بعض، مفيش اي اختلاف ما بينهم. بالنسبه لتجربه الاستماع او تجربه المايك الاتنين زي بعض بالظبط. في مكان هادي زي ده تقدر تعمل مكالمه والطرف التاني هيكون سامعك، ولكن مش بشكل كويس، هيكون بيعاني شويه من وضوح صوتك. اما طبعا بالنسبه للمكالمات في الشارع او في الاماكن اللي فيها زحمه ما انصحش خالص
بيها، الطرف التاني هيكون سامع الناس اللي حواليك ومش سامعك. ولو هنتكلم عن تجربة الألعاب، السماعتين مثلا لو بتلعب بابجي موبايل هيكون في تحديد خطوات حواليك وفوق وتحت وكلام من ده، ولكن مش بشكل واضح. السماعتين البيز فيهم عالي في الألعاب، هتسمع لو انت بتضرب بالسلاح هتسمع صوت السلاح هيغطي على كل الأصوات. لو انت طالع سلم مثلا أو بتتحرك أو كلام من ده، مش هتكون مفسر أي أصوات حواليك غير صوت الحركة اللي انت بتعملها. يعني تجربة السماعة دي في الألعاب تنفع لواحد مبتدئ، تنفع للعبة مش بتحدد الخطوات بدقة زي بابجي موبايل، مش هتنفع فيها بالنسبة لواحد محترف، أو بالنسبة لواحد طبعا بيلعب مثلا على تقييم أو بيلعب على أي حاجة من دي. السماعة دي مش هتكون مناسبة معاه خالص. وبالنسبة طبعا لمقاومة المياه، مفيش أي حاجة تثبت إن السماعات دي مقاومة للمياه خالص. حتى لو في حاجة تثبت، أنا منصحش إن أنت تعرض السماعة بأي شكل لحتى رخات مطر بسيطة كده، مش هنصح طبعا بالموضوع ده خالص. وبالنسبة لعمر البطارية، فبصراحة السماعتين بيدولك عمر بطارية كويس. عمر البطارية ساعات بيوصل معاه ل5 ساعات استماع، لو بتتكلم في التليفون ممكن يوصل ل4 ساعات أو 3 ساعات، والعلبة بتقدر تشحن لك السماعات من 3 ل4 مرات. وبس كده، احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. تقدر تقرر بنفسك السماعات دي كويسة او مناسبة ليك في الفئة السعرية ما بين ال 400 ل 500 ولا لا. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار تقدر تكتبولي في التعليقات. واللي متابع القناة عارف ان في الفترة الاخيرة بدأت ادخل محتوى تاني زيادة على القناة، وهو طبعا محتوى الموبايل سوفت وير. ان شاء الله في الفترة الجاية هدخل محتوى اكتر للسوفت وير على القناة هنا، لحل مشاكل السوفت وير، تخطي الاي كلاود، تخطي الحمايات، تفعيل البرامج. الحاجات دي كلها ان شاء الله متاحة وهنقدمها بكثرة في الفترة الجاية. لو عندك اي استفسار اكتبولي في التعليقات، وانتظروني ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. سلام.